السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقه عمل الترمس السريع. هتاكليه بعد ساعه او ساعتين بالكتير، مش هياخد منك اي وقت ولا كذا يوم عشان تاكليه. معانا ربع كيلو من الترمس، نقعته في ميه لمده ساعتين لحد ما نفش معايا كده. جبت حله على النار وغليتها ونزلت فيها الترمس بتاعي. هسيبه لمده نص ساعه وهوارب الغطا، مش هغطيه علشان خاطر الترمس ما يفرش معايا على النار. جبت بقى في طبق كده، عملت حطيت في طبق وبقى معايا في البطرمان. بصوا قد ايه ده، كله الربع كيلو. ده كله الربع كيلو اللي انا عملته كان بالشكل دوت. لما بيستوي على النار بيكتر بيزيد. هوريكي بقى تتبيلة حلوة جدا للعمل الترمس وهيبقى طعمه جميل جدا ومسكر معاكي ان شاء الله لو جربتيها بالتوابل دي. جبت كمون حطيته ونزلت برضو بالشطة. لو مش عايزة شطة ممكن تستغنى عن الشطة براحتك اللي انت عايزاه. وجبت كده معلقة زي معلقة الشاي كده ملح، بس انا عشان عارفة هحط قد ايه حطيت الملح. وجبت برضو زي معلقة الشاي كده توم، مكترش التوم قوي يعني عشان ما يبقاش ايه جزع معاكي كده. وجبت بقى كوباية مية ومليت بيها البطرمان. هبدأ بقى اغطيه واقلبه كويس جدا. على فكرة مش هتستني يومين او 3 عشان تاكليه. انت ممكن تاكليه في ساعتها لان هو مستوي جدا جدا جدا. مش هتستني بقى لما تقعدي كذا يوم والكلام دوت. هو ده اساس اصلا الترمس السريع، هو ده حلاوته في كده، ما بيغيبش، ما بياخدش معاكي وقت. وبصوا نزلت التوابل لحد تحت عشان كله ياخد ايه طعم واحد. بصوا مستوي ازاي، ما بياخدش اي وقت خالص على النار، ولا حتى الوقت انت تستني يومين او 3. اذا عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير عشان الفيديو يتفاعل.